اهلا بيكم في وصفة جديدة. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى وصفة لبروستد الدجاج. هنعمل النهاردة الفراخ المشهورة جدا جدا المعروفة بالفراخ الفراشة او بروستد الفراشة. دلوقتي معايا هنا كده مية ومعايا كده فيليه الدجاج. المية دي هحط فيها فانيليا رشة صغيرة جدا زي ما انتوا شايفين. هنحط كمان ملح. الملح المستعمل هو الملح المصري العادي بتاعنا، اما الملح اللي بيستعمل في اي مطعم هو بيكون الملح الصيني. هنحط كمان معلقة كبيرة من البابريكا، وكمان هنضيف بهار الكاري. بهار الكاري لما تطلبيه من العطار اطلبي منه بهار الكاري بدون ما يكون ضايف عليه اي حاجة، يعني ما يكونش ضايف عليه الوان او كركم، هاتي البهار بس. هنحط كمان معلقة كبيرة من البصل البودر والثوم البودر من عطارة مملكة الأعشاب. هنحط رشة صغيرة جدا من الفلفل الأسمر. آخر حاجة بضيفها هي الشطة حسب الرغبة زي ما حضراتكم كده شايفين. كمان ضفت معلقة كبيرة من الجنزبيل، ادي كده آخر معلقة زي ما انتوا شايفين كده، دي الشطة. تمام، هنقلب كل ده مع بعضه وبعدين بنحط فيليه الدجاج اللي معانا. بنكون مقطعين فيليه الدجاج ده بسمك ما يكونش رفيع قوي علشان يطلع زي بتاع المطاعم الشهيرة بتاعت الايام دي بيعملوه، وهو طبعا اسهل من اي حاجة ممكن تعمليها، بجد سهل جدا جدا. ودي بيكون نفس التتبيلة ونفس الريحة ونفس الطعم بالظبط اللي بتجيبيه من اي مطعم بيه هتلاقيه بنفس الشكل بالظبط. عندنا هنا الدقيق، وهنا السر بقى كله بيبقى في الدقيق. الدقيق لو جبتيه دقيق مخلوط عليه اي مواد تانية طبعا القشرة دي بتروح في الزيت. فاحنا بنجيب الدقيق الفينو الاصلي من العطار يكون موثوق فيه. بنضيف على الدقيق ده رشه خفيفه جدا من بيكربونات الصودا، او بنضيف عليه رشه صغيره من البيكنج باودر حسب اللي موجود عندك متوفر زي ما انتوا شايفين كده. بنحط كده مرة في الدقيق والمرة التانية في المية وبنرجعها تاني على الدقيق، وبنبدأ ان احنا نحركه كده بايدينا علشان يعمل شكل القشور اللي احنا بنشوفها دايما في اي مطعم واي شكل. طبعا الناس اللي بتقول ما بيطلعش معايا سبايسي، لا هيطلع معاكي سبايسي بنفس الطريقة اللي انا عاملاها بالظبط. تابعي كل حاجة واعملي كل حاجة زي ما انا عاملاها. ودلوقتي بحطها على نار. الزيت ده كان سخن مسبقا وبعد كده هديته شوية علشان لما انزل عليه الفراخ ما ياخدش لون من بره والفراخ لسه ما استوتش. تمام، زي ما انتوا شايفين كده ده كده شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما بتتحمر في الزيت اهو. زي ما انتوا شايفين بتطلع معاكي نفس اللون ونفس الشكل بتاع المطعم، كمان نفس القرمشة نفس الريحة بالظبط عشان اضافة الفانيليا هتفرق معاكي جدا. وده كده الفراخ الفراشة، الفراخ البروستد المشهورة قوي الايام دي، بتتشرى بسعر قد كده، وهي احنا نقدر نعملها في البيت عادي ونقدر نطلع الشكل ده عادي جدا. سهلة حلوة متماسكة، القشور بتاعتها زي ما انتوا شايفين مش سايبة من بعضها. يا رب اكون قدرت افيدكم بالوصفة بتاعت النهاردة. كانت معكم شيف دينا بالفتوح، مع السلامة.